الحالة الأولى من سكان المقابر. الأسرة تتكون من الأب وعمره يقارب حوالي 60 عاما، وحاليا لا يعمل، ولكنه يلقط رزقه كما تقول الزوجة، وتبلغ من العمر حوالي 40 عاما، وهي الزوجة الثانية. أما الأولى فقد توفيت وتركت له ابنا يعمل كهربائي ومتزوج وله 4 أولاد، ويعيش في منطقة العباسية ولا يزور والده إلا في المناسبات. وأنجبت الزوجة الثانية ابنتين، الأولى عمرها 25 عاما والثانية 21 عاما، وقد أكملت كل منهما الدراسة الابتدائية. والابنة الكبرى حاليا مخطوبة لعربجي كارو، وهو رجل حالته المادية متوسطة ويسكن في قرافة قايتباي، حيث لديه حوش قرافة مكون من حجرتين. أما الابنة الصغرى فليست مخطوبة، والأم والأب قلقان عليها لخطورة المنطقة، والأم لا تترك ابنتيهما وحدهما، فهي دائمة الحركة معهما. والأسرة أصلا من القليوبية، ولقد تزوج رب الأسرة منذ 30 سنة، وسكن في باب الشعرية حيث كان يعمل كهربائي. وعندما انهار منزله سمح له صاحب المحل الذي كان يعمل عنده أن يسكن في الحوش الذي يمتلكه، والذي يتكون من حجرة وفناء به عدد 2 مدفن. والفناء مغطى حاليا، ولكنه كان لم يكن مغطى منذ 5 سنوات، ولكن رب الأسرة قام بتسقيفه. ويوجد بالحجرة سرير ودولاب وطاولة عليها تلفزيون وجهاز تسجيل ومروحة. والحجرة الثانية بها أدوات المطبخ موضوعة على شواهد المقابر، حيث تستخدم هذه الشواهد كطاولات. وتتكون أدوات المطبخ من بوتاجاز ونملية وثلاجة 9 قدم إيديال قديمة، كما يوجد صفائح خالية وطشوط عددها حوالي 4، وأذانات للمياه حوالي 4. ويوجد وراء أحد شواهد المقابر ستارة، وعلم الباحث أنها لدورة المياه، حيث لا توجد دورة مياه مجهزة، بل هي عبارة عن برميل صغير داخل حفرة في الأرض يمكن رفعه من حين إلى آخر، فهو مغطى بحديد مفصلات يقفل ويفتح عند الحاجة. سأل الباحث الأسرة بعض الأسئلة التي توضح قيمة احترام الموتى، فسأل عن رأيهم في مسألة السكن مع الأموات وشعورهم عندما يروا جنازة أو إجراءات الدفن. فتحدث رب الأسرة قائلا إن هذه المسألة كانت في الأول بتشغل بالي، أما الآن فإن هذه المسألة لا تشغلني. وقررت ربة الأسرة أنها بتحزن شوية عندما يوضع الميت في القبر، وبتشعر بالانقباض والرهبة. ثم قالت البنت الصغرى أن هذا المنظر أنا أحلم به دائما. وقد لاحظ الباحث أثناء الدفن لأحد الموتى أن الزوجة والابنة الكبرى يحملون مياه للرش على الميت، وأن الزوج يعمل بتلقين الميت عن طريق قراءة بعض الأدعية. وتلقين الميت عند الدفن هو من السنة، وله صياغة معينة يحفظها رب الأسرة جيدا. أما الابنة الكبرى والزوجة يقومان برش المياه قبل وبعد الدفن. ولقد شاهدت مشاجرة بين الزوجة وأخو الميت على قيمة الصدقة المعطاة لها ولابنتها، أما الابنة الصغرى فلاحظت وجودها في المنزل. ثم علقت معنى ذلك أنه لو جاء فرصة للأسرة أن تترك هذا المكان فهل تسارعون إليه؟ فقال رب الأسرة الكذب خيبة، فأكل عشنا هنا وتعودنا خلاص على المنطقة. فردت الابنة الصغرى وقالت له هل تعجبك هذه المعيشة أوي متهكمة؟ فقال لها ابقي روح انت وزوجك، إنما أنا والولية مش هنترك هنا. ثم ردت الزوجة مالها العيشة هنا، هي فيها تعب شوية، إنما اللي بياكل لقمة يلطم عليها لطمة. فعلقت قائلا موجها كلامي للزوجة يعني إيه فيها تعب؟ فقالت في الأمور المعيشية، يعني مفيش مية ونحضر المية من تحت، ولفظ تحت يعني الحي المجاور، ومنطقة القرافة اسمها فوق، ويبدو لأنها مرتفعة عن الحي المجاور. فعلقت بقولي على فكرة إيه رأي عم حميدو في قضاء الحاجة والاستحمام على الموتى؟ فقال طبعا حرام، ولكن نعمل ايه؟ فردت الزوجة الشيخ بيقول مادام مش على القبر نفسه يبقى مش حرام. وعلقت الابنة الكبرى انا لا اعرف. اما الصغرى فقالت واحنا ايه في حياتنا حلال، لا بنصلي ولا بنصوم، ربنا يسامحنا بقى.
فقلت لها يعني ايه حياتكم كلها حرام؟ فتحدثت ان القرافة مش معمولة للسكن واننا بنزعج الموتى. فقالت لها امها هم الميتين بيحسوا؟ فقال رب الاسرة نعم بيحسوا. الميت لما بينزل في القبر يدب فيه الروح عشان الملاكين يحاسبوه. فقالت نحن لا نسمع شيئا عندما يدفن الميت. فقالت الابنة الكبرى هو بيقعد نص قعدة وبعدين يجي ملاكين يضربوه بمرزبة كبيرة اذا كانت اعماله وحشة، اما اذا كانت اعماله كويسة بينوروا القبر ويتركوه. فقاطعها رب الأسرة وقال هو روحه فقط اللي بتحس مش جسمه. ثم سألت عندما يأتي الليل بماذا تضيء الحوش؟ فتحدث رب الأسرة بقلوبات ولمب الجاز والأسلاك الموجودة دي لأنني مقدم على عداد. لاحظ الباحث أن الحوش به تيار كهربائي ليلا، وعلمت من أحد جيرانهم أنهم يسرقون النور من أحد أعمدة الإنارة بالشارع عن طريق وضع السلك على مسمار بعد المغرب كل يوم، وهذا المسمار موصل بالتيار الكهربي للشارع، وأن هذه هي طريقة إنارة كل الأحواش التي تجاور الشوارع. ثم سألت هل أنت الذي قمت ببناء سقف المدفن؟ فقال نعم. فقلت وهل هذا حرام أم حلال؟ أنا لا أعرف، ولكن أنا إزاي أنام وإزاي أعيش؟ فأنا وسعت السكن ده كلفني حوالي 300 جنيه. وقالت الزوجة هو احنا لما نظلل على الموتى حرام؟ وأضافت ربة الأسرة أنه كان في عيل صغير دايما بنشوفه، وأنا شفته والبنت الكبيرة وكان بيعيط، ولما نسأله يجري ويخرج بسرعة وبعدين لا نراه، وكنا نعتقد انه حرامي، ولكن حميدو قال ده عفريت. وأضاف رب الأسرة والله أنا لم أراه، ولكن بيقولوا إن في الحيش ده دفن عيل قتيل من زمان، والتربي قال لي إن في عفريت في الحوش على شكل عيل، وإنما عندما سقفنا الحوش لم نراه. وعلى العموم أنا والأولاد لا نخاف العفاريت، إنما بنخاف من الحرامية. سألت رب الأسرة ألا تعتقد أن الاقتراب من الموت له عيوب أو مميزات؟ فتحدث قائلا إن الاقتراب من الموت نعمة، فأنا كنت أخاف الموت ولكن الآن لا أخاف، فأنا كنت بخاف منه لأن الإنسان بيترمي في التراب، أما الآن أصبحت أحب الموت لأنهم ناس مرتاحين لا حس ليهم ولا مشاكل عندهم. ثم قالت الزوجة إن مميزات سكننا هنا أن حالتنا المادية اتصلحت، أما أنا والبنات فكل يوم نصحى على أصوات موتى، وأولادي دايما يقولوا إمتى ربنا يتوب علينا من العيشة الحزن دي. ثم سألت الأسرة يا ترى لما بيدفن ميت في الحوش دي إيه اللي بيحصل لحياتكم؟ هل بتتركوا الحوش؟ هل بتسمعوا الراديو أو التلفزيون؟ هل بتلبسوا أسود؟ فقالت ربة الأسرة ده شيء عادي، وإنما هو بيحصل قلق وإحنا نبقى موجودين في الحوش وأنا دايما لابسة أسود، أما البنات فلما يجي ميت بيلبسوا أسود قبلها لأن أهل الميت بيجوا يقولوا للتربي يجهز التربة، فإحنا بنجهز البيت ونشيل أي شيء مثل التلفزيون والكاسيت عشان ما يتسرقش في الزيطة، ونلبس البنتين الأسود. أما بعد الدفن فيرجع كل شيء عادي كما كان، وكذلك في الخمسان بنعمل حسابنا. سألت الزوج في مقابلة أخرى وعلى انفراد هل يتم اللقاء مع الزوجة في هذه الليلة؟ فقال لي وإيه اللي يمنع؟ ده حلال وده شيء عادي. ثم سألت الأسرة هل الناس يحترمون الموتى هذه الأيام؟ فقال رب الأسرة طبعا لا، فالزيارات للنساء في هذه المقابر غير سليمة، وكذلك الانحرافات التي نراها كل يوم. تقدر تقول لي السكان دول بيعملوا زي الناس فين؟ ثم تكلمت الزوجة فقالت القرافة النهاردة أصبحت سويقة، ده احنا عايشين في قلق كل يوم 100 مشكلة. وأضاف رب الأسرة فقال لابد وأن أي زائر للمقابر أن يحترم المكان ده زي الجامع، ويجب منع المشاجرات في المقابر على الميراث. وردت الزوجة النساء بتطلع القرافة لابسة ملابس قصيرة وتجلس ورجليها تبان. ثم قالت البنت الصغرى والشباب بيطلعوا عشان يعكسوا البنات. وأضافت البنت الكبرى لازم الحكومة تعمل دورة مياه عامة خارج المقابر عشان حرام اللي بيحصل ده. ثم انتقل الباحث إلى الأسئلة الخاصة بمشكلة الأمن والصحة، وبدأ الباحث بسؤال الأسرة عما هي أهم المشكلات في المنطقة. فقال رب الأسرة إن المشكلة الأولى هي مشكلة الحرامية الموجودين في هذه المنطقة، إحنا لا نستطيع الخروج من الحوش كلنا مرة واحدة وإلا اتسرقنا. ثم قالت ربة الأسرة إن الحلة بتاعتي اتسرقت، فكنت جالسة وذهبت أحضر شوية مية فرجعت ولم أجدها، حتى الغسيل يجب أن نضع عليه حراسة حتى ينشف، وعلقت طب بالليل. فقالت نحن ندخل الحوش بعد المغرب مباشرة عشان العيادات بتفتح، عيادات
ماكس فورد. وقد لاحظ الباحث أن المنطقة ليلا مليئة بالخطرين والخارجين عن القانون، ولكن ليس في كل الأيام. ثم سألت لماذا الخطرين والخارجين عن القانون يختاروا هذه الأماكن، فقال هذه الأماكن ليس بها أنوار ولا بوليس، كما أن القرافة يمكن ارتكاب الجريمة دون معرفة أحد، ويمكن الهروب بسهولة. يعني احنا كل يوم بنشوف حاجات تشيب. فقلت زي ايه؟ فقال السرقة، الدعارة، المخدرات، تشاجر المجرمين مع بعضهم، فهم يسرقون ويأتون لتقسيم الحصيلة، وخاصة النشالين. فسألته هل تعرضت الأسرة لأي حادث؟ قال احنا بالليل لا نطلع، أما بالنهار فتعرضنا للسرقة أكثر من مرة. وقالت الزوجة أنا مرة طلعت بالليل علشان كانت بطني بتوجعني وعاوزة أذهب للمستشفى، وكان أبو سيد مش موجود، وطلعت أنا والبنات لقيت واحد وواحدة بيتشطفوا من الزير اللي موضوع سبيل على باب الحوش، ومن ساعتها وأنا لا أضع فيه مية، وطول الليل يحدفوا طوب على الباب لما لا يجدوا مية زي الأول. ثم تحدثت البنت الكبرى وقالت كنت مرة بجيب سمك مقلي من تحت في الحسينية وأنا طالعة، وكان ذلك في الظهر، قابلني شاب وعاكسني، ولم أخلص منه إلا لما قابلني عم سيد أحمد الحمال، ومعنى حمال يعمل برش المياه على الموتى من بلاص يملأه من حنفية الحكومة، ثم يطلع القرافة للرش على الموتى لأخذ حسنة من أقارب الميت. ثم علقت يعني مفيش أمان في هذه المنطقة؟ فردت الزوجة وقالت لا يوجد أمان والبوليس لا نراه. ثم تحدث الرجل قائلا لا يوجد دوريات بالليل ولا بالنهار. فقلت له قسم الجمالية يقول أنهم دائمين الدوريات. فقال نحن لا نراهم إلا عندما تحدث جريمة، ولا نراهم إلا تحت. ثم قال منذ سنتين كان في خيالة، ولكن منعت هذه الأيام. وبملاحظة الباحث كان يرى خارج القرافة دوريات، ولكن داخل القرافة لا يوجد. وفي المناطق التي تتشابك فيها المساكن مع القرافة في شياخة الخواص وشياخة البريقدار لا يوجد. وقد لاحظت أن المجرمين عند القيام بحملات بكبسات البوليس يهربون من هذه المنطقة، والعلاج كما تقول الأسرة المبحوثة هو بناء سور يفصل القرافة عن الأحياء السكنية، وخاصة في المنطقة بين شياخة الخواص والبيرقدار وقرافة باب النصر. ثم تكلمت عن زيارة الأسرة لأقاربهم، وخروج رب الأسرة لأداء الواجبات الاجتماعية كحضور المآتم والأفراح. تحدث رب الأسرة هذه أمور لا أحرص عليها الآن لظروف السكن، ولكن أقاربنا تزورنا صباحا، وإذا مس عليهم الليل عندنا فإننا نخرج نوصلهم إلى أقرب مكان آمن. ثم سألت رب الأسرة لماذا لا تبلغ عن المجرمين في المنطقة؟ فقال لي يبقى أنت عايزني أتقتل أو لا أستطيع السكن هنا، فهم يعرفون أننا ليس لنا دعوة بهم، لذلك لا يؤذوننا. فقلت إنك سرقت وتعرضت زوجتك وبناتك لمضايقات. قال نعم، ودي من العيال اللي مش من المنطقة، أما الناس المجرمين اللي من المنطقة اللي تحت فهم يعرفوننا ونحن نعرفهم، ولكن أنا راجل غلبان لا أستطيع أن أدخل في هذا التيار. ثم وجه الباحث بعض الأسئلة التي توضح الجانب الصحي لدى هؤلاء الناس. فالأسرة من الناحية الصحية تفتقدها، فالزوجة مريضة بالصدر وحساسية كما أنها من النوع الهستيري، والأب مصاب بأمراض الشيخوخة والضعف العام، والابنة الكبرى صفراء اللون وتعاني من الكبد، والابنة الصغرى تعاني من مرض في يديها الإكزيما خلاف اكتئابها في أغلب الأوقات. وقد تحدث الباحث قائلا ويا ترى يا عم حميد أنت بتشتكي من مرض إيه؟ فقال والله يا ابني أنا عندي جميع الأمراض. وتحدثت الزوجة أنها مصابة بالرفرفة بالقلب والحساسية الصدرية، وأن الابنة الكبرى مريضة بالكبد والصغرى في صوابعها مرض. فقلت وهل هذه الأمراض من المنطقة؟ فقال رب الأسرة إن هنا الناس بتموت من مرض اسمه الحمرة، مرض التهاب الدم، أعراض ظهور دم الكبير بدون رأس. ولقد استفسر الباحث عن أنواع الأمراض بالمنطقة من الأطباء بالعيادات بالمناطق المجاورة عن الأمراض المنتشرة بمنطقة المقابر، فاتضح أنها الأمراض الصدرية والجلدية والمعوية. ثم سألت ويا ترى هل هذه الأمراض نتيجة سكنكم في هذه المنطقة؟ فقالت الابنة الصغرى أيوة، احنا كنا جايين زي الفل. ثم قالت الزوجة أبوك كان عيان قبل أن نحضر إلى هنا. وتكلم الأب وقال أنا كنت جاي زي البوم. ثم سألت هل يوجد حشرات؟ فقال رب الأسرة يوجد الذباب والذباب الأزرق وممكن عقارب، وفي ساعات نلاقي تعابين. ثم سألت وما هو هذا الذباب الأزرق؟ فقال هذا ذباب القرافة، وهو ذباب رزر قوي لا يهش. وقد لاحظ
الباحث هذه الظاهرة وسأل الدكتور علي المرسي أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم، فقال إن هذا الذباب هو المسؤول عن تآكل جسم الإنسان وهو ينقل الأمراض بطريقة ميكانيكية مثل الذباب العادي. ثم سألت هل أواني حفظ المياه يتم غسلها؟ فردت الأم قائلة كل يوم أو يومين نقوم بغسلها بالصابون. كما لاحظ الباحث وجود نملية وثلاجة لحفظ الأطعمة. ثم سألت الزوجة ويا ترى سكان المقابر اللي حواليكوا بيستحموا كل قد إيه؟ فقالت مرة في الأسبوع عشان أنت عارف إن مفيش مية كفاية وبنحضر المية من تحت. ثم سألت الزوجة لقد قلت لي مرة أنك كنت مريضة وطلعت من الحوش ليلا. قالت نعم، كانت بطني بتوجعني ولم ينفع فيها النعناع ولا الكمون ولا أي حاجة سخنة، وده كان شوية برد في الكلى، وعندما ذهبت إلى المستشفى لم تعطي لي حاجة، لكن التمرجي قال لي اغلي بذر خلة واشربيها، وأنا مروحة اشتريت من العطار بذر خلة والتحت عليها. ثم سألته إيه رأيكم في الأطباء؟ فقال رب الأسرة كويسين، بس اللي يمشي وراهم يروح في داهية، دول موتوا عم قرني بتاع البصل، راح المستشفى عشان كان عنده شوية نهجان فأعطوه حقنة جابت أجله. ثم سألته هل الإسعاف بتدخل المنطقة؟ قالت ربة الأسرة لا، إنما ممكن أن تقف تحت وإحنا نشيل المريض على عربة كارو أو تروسيكل وننزله لغاية تحت. وأضافت قائلة وعم شمندي الحلاق الذي يسكن في الناحية الثانية من القرافة هو اللي بيسعف الناس ويوصف لبعضهم الوصفات لأنه عنده كتاب لقمان. ولقد انتقلت مع الأسرة في الحديث عن الأسئلة الخاصة بالمشاركة، فسألت رب الأسرة هل أنت مشترك في جمعية أو نقابة أو حزب؟ فقال أنا لم أشترك في حياتي في أشياء من هذه، وأنا في حالي وكافي خيري شري. وأضافت الزوجة إحنا مش بتوع الحاجات دي، ده للناس الفاضية اللي بتاكل بالراحة. ثم سألت ولكن إذا اشتعلت مثلا حريق في المقابر فماذا تفعلوا؟ قال لقد حدث بالفعل وقمنا بإطفائها قبل أن نحضر المطافي، ولقد اشتركت وأصبت في قدمي إصابة بسيطة خبطة حجر. ثم سألته هل تقرأ الصحف أو تستمع إلى الراديو والأخبار مثلا؟ فقال أنا لا أقرأ الصحف ولا أسمع الأخبار إلا من الناس إذا كان في خبر مهم، إنما الأخبار فلان سافر فلان اجتمع وأنا مالي. وأضافت الزوجة إحنا بنسمع أغاني وبنشوف الأفلام والمسلسلات في التلفزيون وأنا ساعات أسمع الأخبار. فعلقت والقرآن. فقالت الابنة الكبرى ده إحنا كل يوم بنسمع قرآن من الفقهاء بتوع القرافة. ثم تحدثت طيب ألم تحاول أن تجمع أصدقائك الذين يسكنون معك وتحلوا مشاكلكم الخاصة بالمجرمين؟ فقال رب الأسرة ده أنا حاولت أقدم شكوى للبوليس ولكن كلهم خافوا وقالوا لي سوف يضطهدونك ويتعبوك، فعدلت عن هذا. وعم محمد الفقي قال لي وهي الحكومة هتعمل لك إيه يا عم؟ هي حاسة بينا دول في مول التاني. وأضافت الزوجة صحيح هي الحكومة هتعمل إيه وإيه؟ فقالت الابنة الصغرى ده شغل الحكومة، هي معمولة لكده، لازم تعمل لنا مساكن وتحل مشاكلنا. ثم سألته هل تثق في رجال الحكومة مثل البوليس وبتوع المجلس المحلي وموظفين إدارة الجبانات وغيرهم؟ فقال دول الناس لا يعملوا أي شيء، وزي ما احنا بندور وبنسعى على رزقنا هم أيضا كل واحد بيحاول إنه يدور على رزقه مش بيدور على خدمة الناس. وأضافت الزوجة دول الناس بتوع شيلني وشيلك. وتحدثت الابنة الصغرى وقالت مش كده يا أمي أحسن نروح في داهية إحنا مالنا. فقالت الأم يعني أنا بقول إن الموظفين دول ناس غلابة هيعملوا إيه؟ وفي حديث مع الأسرة عن العمل بالمقابل فتحدث رب الأسرة أنا كنت بعمل كهربائي وعندما حضرت إلى هنا اشتغلت سنتين كهربائي، ولكن هنا لا يوجد كهرباء فلم أجد زبائني، حيث أنا كنت بشتغل لحسابي بعد الظهر عشان أساعد نفسي على المعيشة، فغيرت شغلي وديني بسترزق من هنا زي كل الناس هنا، فأنا بساعد في دفن الميت. فقلت يعني بتعمل ايه؟ قال انا القن الميت وهو داخل المقبرة. واضاف انا الذي علمه هذا العمل الشيخ شعبان الله يرحمه، فلقد حفظه ماذا يقول اثناء الدفن اذا كان الميت رجل وكذلك اذا كانت امرأة. وقد لاحظ الباحث ان رب الاسرة يأخذ على الميت حوالي 2 جنيه. ومن الجدير بالذكر ان عملية تلقين الميت هذه يقوم بها اكثر من واحد، فهناك القائد وحوالي 4 افراد اخرين للرد عليه، ويسمى القائد الملقن، ويسمى الافراد الاربعة الزنانين. ولاحظ الباحث أن أهل المتوفي قد يدفعوا الحسنة لهم وتقسم بينهم بالتساوي مع نصيبين للقائد، وقد يدفعوا لكل واحد على حدة ويبقى ده رزق كل واحد. ولاحظ الباحث أن رب الأسرة يحصل على متوسط حوالي 6 جنيهات يوميا بخلاف المواسم والأعياد، هذا بخلاف أن البنات والزوجة يعملون برش المياه على الميت ويتراوح دخلهم الشهري حوالي 3 جنيه، ويمكن أن نقول أن متوسط دخل هذه الأسرة الشهري 300 جنيه.
وبسؤال الأسرة لماذا لم تذهب البنات إلى المدارس لتكمل التعليم، فقالت الزوجة البنات للزواج. ثم أضاف رب الأسرة هم اللي كانوا بيرسبوا في المدارس مش بتوع تعليم، أهم بيساعدونا هنا. فقلت كيف؟ قال لما بيجي ميت لازم يكون حد موجود في الحوش عشان يخلي باله من الحوش. ثم قالت الزوجة وبيساعدوني في أعمال المنزل فأنا مريضة ولا أستطيع أعمل حاجة. ثم تحدثت عن خطورة عمله بالمقابر وهل هذا العمل له خطورة، فقال طبعا، فأنا مرة فضلت أتقيأ طول اليوم عندما فتحت تربة وكان بها ميت لم يمضي عليه 30 يوم عشان يدفنوا ميت تاني، والريحة كانت شديدة قوي، ده حتى الواد سيد التربي مرض فيها أسبوعين، فاحنا شغلتنا خطرة. يلاحظ أن من المفروض عدم فتح المقبرة قبل 6 أشهر من دفن الميت، وهذا ما تعمل به جبانات الإسكندرية، لأن هناك أكثر من قبر للأسرة في الإسكندرية. أما القاهرة فإن في بعض الأحيان لا يوجد إلا قبر واحد للأسرة، مما يضطر التربي إلى فتح التربة إذا توفى أحد في خلال هذه الفترة، وهذا مخالف لتعليمات وزارة الصحة وإدارة الجبانات لعدم انتشار الأمراض. ثم علقت معنى ذلك أنك لا تفضل العمل هنا، فقال لقد تعودنا عليه. ثم أضافت الابنة الكبرى دي شغلة كويسة من ناحية الفلوس ورزقها كبير. ثم أضافت الزوجة الحمد لله. الخلاصة من العرض السابق لهذه الأسرة نستطيع أن نستخلص: أولا، القيم الدينية. ليس هناك تصرفات تدل على وجود قيم دينية لدى هذه الأسرة، فهي لا تداوم على الصلاة ولا الصيام ولا تسمع القرآن، بل تسرق التيار الكهربي من التيار الكهربي للشارع الرئيسي. لا تحترم هذه الأسرة الموتى كما أنها لا تخافه، فتنير الكهرباء ليلا وتحدث ضوضاء من مشاهدتها للتلفزيون وسماعها المذياع والكاسيت دون مراعاة حرمة الموتى المدفونين تحتهم. هذه الأسرة لديها معلومات بسيطة عن حرمة الموت. هذه الأسرة لا تستنكر السكن في المقابر وتضع مبررات لسكنها ولا تحاول البحث عن سكن آخر. هناك مصالح اقتصادية تحققها هذه الأسرة من السكن في المقابر. بعض أعضاء الأسرة تعاني من صراع القيم الدينية مع القيم الاقتصادية. تلتزم هذه الأسرة بالعادات الخاصة بالجنازات كارتداء ملابس الحداد وعدم مشاهدة التلفزيون وسماع المذياع، وهذا السلوك ليس احتراما للموت بقدر ما يدر من عائد اقتصادي على هذه الأسرة. هذه الأسرة تتبول وتتبرز وتجلس على المقابر وتستخدم المقابر وشواهدها كطاولات وتعيش حياتها العادية بما فيها من نجاسات. يمارس رب الأسرة حياته الجنسية العادية حتى ولو دفن أحد الموتى في نفس يوم. ثانيا، الصحة. تعاني هذه الأسرة من مستوى صحي سيء، فالأم تعاني من مرض الحساسية الصدرية، والابنة الكبرى تعاني من مرض الكبد، والصغرى تعاني من مرض جلدي الإكزيما. أما رب الأسرة فيعاني من أمراض الشيخوخة والضعف، إلى جانب ما يعانيه أعضاء الأسرة من أمراض نفسية. أصيبت هذه الأسرة بهذه الأمراض بعد سكنها بالمقابر. تعاني هذه الأسرة من وجود حشرات بالمسكن. مستوى النظافة الشخصية لهذه الأسرة منخفض لقلة عدد مرات الاستحمام. لا يوجد لدى هذه الأسرة مياه جارية، وإنما تحصل على المياه من مكان يبعد عن السكن حوالي 1 كيلومتر وتحتفظ فيه صفائح. لا يوجد دورة مياه عادية لهذه الأسرة بالمعنى المفهوم، وإنما يوجد مكان لا يتوافر فيه أي شرط صحي. لا يوجد لدى هذه الأسرة مطبخ لإعداد أو حفظ الطعام. هذه الأسرة تفتقد الثقة في المستشفيات العامة والأطباء وتحل مشاكلها الصحية باتباع أساليب العلاج الشعبي. يعاني بعض أعضاء هذه الأسرة من قلة النوم نتيجة الأحلام المزعجة. تعاني هذه الأسرة من مستوى صحي نفسي سيء. لا تستطيع هذه الأسرة الاستفادة من الخدمات الطارئة السريعة كالإسعاف نظرا لعدم تمكن العربات من دخول منطقة المقابر. ثالثا، الأمن. هذه الأسرة تعيش في خوف وقلق دائم ولا يوجد طمأنينة بالمنطقة. لا تستطيع هذه الأسرة ممارسة حياتها بعد الغروب، حيث يدخلون مساكنهم لخطورة المنطقة ليلا. أغلب الجرائم ترتكب بالمنطقة ليلا. لا تستطيع هذه الأسرة ترك مسكنها إلا بوجود حارس من أعضاء الأسرة بالمسكن. ترتكب بالمنطقة جميع أنواع الجرائم كالسرقة والمخدرات والدعارة والقتل والقمار والنصب والاغتصاب الأخ. لا تتعامل هذه الأسرة مع البوليس لاقتناعها أنه لا يفعل شيء ولخوفها من انتقام الأشقياء. لا يستطيع رب هذه الأسرة ترك أولاده وزوجته وحدهم ليلا، وهذا يؤثر على علاقاته الاجتماعية. تتعرض هذه الأسرة للسرقة ومضايقات للفتيات واعتداء من الأشقياء ليلا على باب السكن بقذفه بالطوب. لا تستطيع هذه الأسرة استقبال زيارات من الأقارب أو الأصدقاء ليلا. هناك علاقة عرفية بين الأسرة والأشقياء، فمن جانب الأسرة عليها أن تغض بصرها عما تراه، ومن جانب الأشقياء عدم التعرض لهم.
لا يوجد نزاع بين الأسرة والأسر المجاورة لها، حيث لا يوجد احتكاك مباشر لبعد المكان نسبيا بين هذه الأسر. تخاف هذه الأسرة من العفاريت وتعتقد بوجودها وتدعي رؤيتها. رابعا، المشاركة. هذه الأسرة دوافع المشاركة التطوعية عندها معطلة نتيجة الخوف من الأشقياء بالمنطقة وعدم الثقة في الأجهزة الحكومية. لا تشارك هذه الأسرة إلا في الأمور التي تشكل خطر مباشر على الأسرة نفسها. لا يوجد أحد من أعضاء هذه الأسرة مشترك في أي تنظيمات اجتماعية أو سياسية. هذه الأسرة لا تساعد المجني عليهم بالمنطقة خوفا من ضرر الأشقياء. لا يوجد علاقة قوية بين هذه الأسرة والأسر المجاورة. حركة الأسرة داخل المنطقة وخارجها لا تتعدى التسويق. هذه الأسرة لا تهتم بأخبار المجتمع الكبير، فهي ليست على وعي بما يدور فيه. خامسا، العمل. غير رب الأسرة عمله من عمل إنتاجي إلى عمل تسولي بعد سكنه بالمقابر، فكان يعمل كهربائي أصبح يعمل ملقن للميت أثناء دفنه، كما أنه كون مجموعة من المتسولين للقيام بهذا العمل. يعمل بقية أعضاء الأسرة في أعمال تسولية، حيث الأم والابنة الكبرى ترش المياه أثناء دفن الموتى. تتكسب الأسرة من هذا العمل التسولي حوالي 300 جنيه في الشهر. تمتلك هذه الأسرة السلع المعمرة كالثلاجة والبوتاجاز والتلفزيون والراديو كاسيت. تفضل هذه الأسرة العمل داخل منطقة المقابر. يوجد مشاجرات دائمة بين الأسرة والمتسولين بالمنطقة على مناطق العمل لكل منهم، وتحل هذه المشاكل عن طريق المعلمين التربية. ولقد أصبح لكل صحراء مرقد للموتى. هناك خطورة صحية من عمل الأسرة، حيث الروائح الكريهة الناتجة من فتح المقبرة، وخاصة إذا فتحت المقبرة قبل مرور المدة القانونية. تعتقد هذه الأسرة خطأ أن عملها هذا ليس مكروه من وجهة نظر الدين. هذه الأسرة تعيش في مجتمع يعمل أغلبه بأعمال تسولية. تعمل هذه الأسرة بأعمال غير مرخصة من الحكومة، لذلك فهي تتعرض لمشاكل نتيجة لذلك. هذه الأسرة لا تعلم أولادها ولا تهتم بتعليمهم. القاهرة، باب النصر، في 1987.